زي ما عودناكم في كل حلقة بنتناول حياة رائد جديد من رواد المسرح المصري. شخصيتنا النهاردة بيعتبر رائد فن الأوبريت في مصر. هو مطرب وملحن وصاحب فرقة استعراضية. تقدر تقول أيضا إن هو الأب الروحي للموسيقار خالد الذكر سيد درويش. نشاطه الفني امتد في الفترة من نهاية القرن ال19 وأوائل القرن ال20. شخصية النهاردة شخصية ثرية غنية بإنجازاتها وبموسيقاها العظيمة في مجال المسرح. شخصية اليوم عن الرائد المسرحي الكبير الشيخ سلامة حجازي. اتولد سلامة حجازي عام 1852 في حي راس التين في الإسكندرية، لأب بحار من رشيد وأم تنتمي لأحد القبائل العربية. اتوفى الأب وهو عمره 3 سنوات، واضطرت الأم الشابة للزواج، ونتيجة للمعاملة السيئة من جانب زوج الأم اضطر جده أنه يتولى مهمة تربيته، وكالعادة في الوقت ده ألحقه بالكتاب، وذلك لحفظ القرآن الكريم ومبادئ القراءة والكتابة. وعندما بلغ سن 11 كان قد أتقن فن الإنشاد الديني الذي تعلمه على يد الشيخ خليل محرم. بعدها ألف فرقته من الموسيقيين، وكان يتنقل لإحياء الأفراح والليالي، مما أدى إلى شهرته بالإسكندرية. وده شجع جوقة سليمان الحداد إنها تضم إليها وتسند إليه بعض الأدوار الصغيرة، فكان الجمهور يتلذذ بسماع صوته أكتر من أدائه التمثيلي. بعدها عرض عليه سليم القرداحي الاشتراك معه في عرض مسرحي على دار الأوبرا الخديوية، ولم يصدق نفسه في أول ليلة عرض عندما لمح الخديوي توفيق جالسا في الصف الأول ومعه نظار الحكومة ورجالها، وفي تلك الليلة نال استحسانا من جميع الحضور. وعاد الإسكندرية بعد أن تأكد من موهبته الغنائية، وقد قرر التفرغ للعمل المسرحي لولا اندلاع الثورة العربية وتوقف جميع الأنشطة الفنية في ذلك الوقت. ولما هدأت الأحوال عاد مرة أخرى للتنقل بين الفرق، حتى استقر به المقام في جوقة اسكندر فرح بالقاهرة، وكان غناؤه بالفرقة أحد أسباب نجاحها وازدهارها، وظل يعمل بها حتى عام 1905. ليبدأ سلامة حجازي منذ هذا التاريخ مرحلة جديدة من حياته الفنية، ويكتب بيده السطور الأولى لميلاد أول فرقة مسرحية غنائية كبرى بمصر، عندما انتهز فرصة خلاف وقع بينه وبين قيصر فرح شقيق اسكندر فرح، وقرر الانفصال عن الفرقة، وأعلن تكوين فرقته الجديدة وافتتاحها برواية صلاح الدين الأيوبي بمسرح حديقة الأزبكية، وجلب لها الملابس والديكورات اللازمة. والمسرحية تدور أحداثها أثناء الهدنة التي عقدت بين الملك ريتشارد قرب الأسد وصلاح الدين الأيوبي، وقد نجحت الفرقة في أول عروضها ولاقت استحسان الجميع. وتوالت بعد ذلك عروض الفرقة الناجحة، ومنها مطامع النساء، شهداء الغرام، البرج الهائل وغيرها. وتنقلت الفرقة بين مسارح الأقاليم على مستوى القطر كله لتعرض مسرحياتها، وقدمت من النجوم في ذلك الوقت كلا من إبراهيم أرسلان، أحمد العدل، أحمد فهيم، جراسيا قاسين، صالحة قاسين، عبد الله عكاشة، عمر وصفي، وردة ميلان وغيرهم من نجوم تلك الفترة. وهكذا نجحت فرقة الشيخ سلامة حجازي نجاحا كبيرا، وقرر الشيخ بعدها أن يكون له مسرح ثابت بدلا من التنقل بين المسارح المختلفة، فوقع اختياره على تياترو بحديقة الأزبكية، واستمر العمل على قدم وساق لتهيئة المسرح، وتم الافتتاح برواية هاملت في أغسطس من عام 1905.
وبعد مرور 7 أشهر من نجاح الفرقة وحصولها على مسرح ثابت لها، كان لابد من البحث عن عروض جديدة، وإلا أصبحت الفرقة نسخة مكررة من فرقة اسكندر فرح. فاختار الشيخ سلامة رواية ابن الشعب لاسكندر دوماس وتعريب فرح أنطوان. والغريب إن هذه المسرحية لم يستمر عرضها سوى ليلتان فقط، ولم يقبل عليها الجمهور، ولم يعلق عليها النقاد في الصحف. سبب ذلك إن الجمهور كان يقبل على مسرح الشيخ سلامة حجازي لسماع صوته وهو يغني، بينما المسرحية تعتمد على التمثيل أكثر من الغناء. وتدارك الشيخ سلامة هذا الأمر وعاد لعرض رواياته القديمة الغنائية. ومن العروض الناجحة لفرقة الشيخ سلامة حجازي مسرحية السيد، التي تخللها إلقاء بعض الأشعار لخليل مطران وحافظ إبراهيم. وكثيرا ما كانت تخصص إيرادات بعض العروض لصالح الجمعيات الخيرية الموجودة في ذلك الوقت. وفي عام 1909 سافرت فرقة الشيخ سلامة إلى بلاد الشام لتقديم عروضها المسرحية هناك، وكأن القدر يقف له بالمرصاد، فقد أشيع وقتها أن الشيخ سلامة مات، لكن الحقيقة أنه أصيب بمرض الفالج أي الشلل النصفي، وعادت الفرقة إلى مصر بدون صاحبها، بينما استمر الشيخ سلامة في بلاد الشام لتلقي العلاج. ووفاء للشيخ قرر أعضاء الفرقة عدم التوقف واستمرار العروض المسرحية حفاظا على اسم الشيخ سلامة، إلا أن الجمهور لم يقبل على تلك العروض لغياب صاحبها. أما الشيخ سلامة حجازي فقد تمسك به بعض أصدقائه المخلصين، وظلوا يقدمون العروض تارة في وجود الشيخ وتارة أخرى بدونه، حتى تحسنت صحة الشيخ قليلا، ويشاء القدر أن تتعثر أحوال فرقة أولاد عكاشة ويعود إليه أعضاء الفرقة نادمين صاغرين. وانضم إلى الفرقة أعضاء جدد، منهم عزيز عيد وزكي مراد وعبد العزيز خليل. وتمثلت مشاركة الشيخ في غناء بعض القصائد بين فصول المسرحيات نظرا لحالته الصحية، ولم يستطع أن يقود الفرقة كما كان في الماضي، لذا قرر ضم فرقته إلى فرقة جورج أبيض تحت اسم أبيض وحجازي، والتي بدأت عروضها في يونيو من عام 1913 على مسارح الإسكندرية. وكان جورج أبيض بالطبع هو المهيمن على أمور الفرقة نظرا لتراجع الحالة الصحية للشيخ سلامة حجازي في الوقت الذي بدأت فيه أحداث الحرب العالمية الأولى، وزحف الكساد نحو الفرق المسرحية، وبدا إن فرقة الشيخ سلامة حجازي تلفظ أنفاسها الأخيرة. وكان آخر موسم مسرحي للشيخ سلامة حجازي في نوفمبر من عام 1916 على مسرح بريطانيا. بعدها وفي أكتوبر من عام 1917 سافرت الفرقة بدون الشيخ سلامة إلى مدينة المنصورة لإقامة بعض العروض المسرحية هناك، إلا أنهم بمجرد وصولهم تلقوا نبأ رحيل الشيخ سلامة فعادوا مسرعين إلى القاهرة. وتصدر نبأ رحيل الشيخ عناوين معظم الصحف الكبرى في ذلك الوقت، وتم دفنه في مقبرة متواضعة بالسيدة نفيسة. وبرحيله سادت حالة من الحزن الشديد في الوسط الفني كله، وأقيمت له حفل تأبين شارك فيها كل من محمد تيمور، عبد الرحمن رشدي، خليل مطران وغيرهم. وفي إبريل من عام 1931 تشكلت لجنة من كبار رجال المسرح مهمتها نقل رفاة الشيخ من السيدة نفيسة إلى مقبرة بالإمام الشافعي تليق به. تم حمل جثمانه ملفوفا بالعلم المصري على عربة يتقدمها كل من عبد الرحمن رشدي، جورج أبيض، يوسف وهبي، نجيب الريحاني، أحمد علام، حسين رياض، فاطمة رشدي، أمينة رزق وعلوية جميل وغيرهم. ووصل الموكب إلى مقبرة الشيخ الجديدة بالإمام الشافعي في شارع أطلق عليه شارع الشيخ سلامة حجازي، والمقبرة مصنوعة من الرخام ومحاطة بسور حديد على الطراز الروماني، كتب عليها: أطربتنا حيا بصوتك شاجيا،
واليوم يطرب لذكرك الأجيال. قبر الشيخ سلامة حجازي مؤسس النهضة الغنائية المسرحية، ولد بالإسكندرية عام 1852 وتوفي بالقاهرة عام 1917. رحم الله الشيخ سلامة حجازي. رجاء تفعيل الجرس كي يصلكم كل جديد. شكرا لكم.